عارفين إن فيلم اللص والكلاب اللي بنشوفه بطلقاته ودرامته وراه قصص حقيقية وكواليس غيرت التاريخ السينما المصرية؟ النهارده مش بس هحكي القصة، أنا هقول لكم الأسرار اللي خلت الفيلم ده يحتل المركز ال 15 في قائمة أعظم 100 فيلم مصري. أول مفاجأة إن شخصية سعيد مهران مش مجرد خيال مؤلف، القصة مستوحاة من وقائع حقيقية لمحمود أمين سليمان الشهير بسفاح اسكندرية اللي شغل الرأي العام وقتها، وقصته كانت مالية الجرايد. ونجيب محفوظ حولها لملحمة أدبية عبقرية. ولو ركزتوا في تيمة الانتقام بعد الخيانة هتلاقوا إن بذور القصة دي جاية من الرواية الفرنسية الشهيرة كونت دي مونت كريستو لإلكسندر دون. السينما المصرية عشقت التيمة دي وقدمتها في أفلام كتير زي أمير الانتقام، أمير الدهاء، ودائرة الانتقام. بس اللص والكلاب كان ليه طعم مختلف، طعم الحارة المصرية والوجع الإنساني. تعالى أقول لكم مين سعيد مهران. ده واحد كان داخل السجن وفاكر إن بره فيه زوجة وفية اللي هي نبوية، وصديق مخلص اللي هو عليش. بس الحقيقة بقى إنهم كانوا عاملين عليه مؤامرة، وعليش ده بلغ عنه عشان يخلص منه وياخد مكانه في البيت وفي قلب مراته وحتى بنته سناء. بس بعد 5 سنين سعيد بيخرج، أول حاجة فكر فيها هي بنته. بس هنا الصدمة كانت أكبر من كل المتوقع. بنته ما بقتش عارفاه وخافت منه. تخيلوا الوجع، الأب اللي ضيع عمره عشانهم بنته بتنكره. وبعد كده بنشوف سعيد راح لأستاذه القديم رؤوف عنوان. رؤوف ده بقى كان زمان بيعلمه إن السرقة من الأغنياء حلال، وإن الفقير لازم ياخد حقه بدراعه. بس المفاجأة، رؤوف بقى من الأغنياء نسي كلامه القديم واستقبل سعيد ببرود ورماله كام جنيه. هنا سعيد قرر إن الحرب بدأت والكلاب لازم تتحاسب. في وسط السواد ده كله مفيش غير نور فتاة ليل، بس قلبها أنضف من كل اللي فات. قوته في بيتها في القلعة وأكلته ولبسته وحبته بجد، كانت هي النقطة البيضاء الوحيدة في حياته. وسعيد بدأ رحلة الإنتقام، بس الحظ كان ضده. لبس بدلة ضابط عشان يتنكر وراح يقتل عليش، بس للأسف قتل واحد بريء سكن مكانه بالصدفة. حتى لما راح يقتل رؤوف علوان قتل البواب الغلبان. الرصاص كان بيخون سعيد زي ما الكل خانوه. وفي النهاية الدنيا ضاقت عليه، الصحافة قلبت الرأي العام ضده، والبوليس حاصر جبل القلعة وسوق السلاح. وفي لحظة يأس وتحت ضرب النار وقع سعيد مهران قتيل. مات وهو بيدور على عدل ضايع، والنهاية كانت مكتوبة من أول يوم خرج فيه من السجن. ودي كانت الحكاية المختصرة لفيلم اللص والكلاب. تفتكروا مين المجرم الحقيقي؟ سعيد اللي سرق ولا اللي خانوه سرقوا حياته؟ هستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. استنوني في حكاية جديدة. سلام.